احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين يا رب كلكم تبقوا بخير. عودة المكسب تاني نادي الزمالك. كسب نادي الزمالك البنك الاهلي نتيجة 1-0. حدث احداث غريبة خلال المباراة، هنعرف كل التفاصيل، فيلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين يا رب كلكم تبقوا بخير. قبل بدايه اي حاجه زي ما اتعودنا نصلي على سيدنا محمد، وبعد الصلاه على سيدنا محمد لو تتفرج على الفيديو لو نطيت الصلاه اقفل الفيديو وروح صلي، وبعد كده تعالى اتفرج على الفيديو. النهارده نادي الزمالك كسب بنك الاهلي في الماتش اللي جمع بينهم في الدوري. نادي الزمالك قدر يكسب بنك الاهلي بنتيجه 1-0. الماتش ده كان مديره كان مدير الفني في الماتش ده هو مدحت عبد الهادي. مدحت عبد الهادي هو اللي كان داير الماتش. خلينا سريعا كده نقول لك هو بدا الماتش بتشكيله ايه. بدا الماتش في حراس المرمى صبحي، وخط الدفاع كان عبد المجيد ومحمد عبد الغني والونش وفتوح والمسلوسي، وخط الوسط كان سيف فاروق جعفر ودونجا، وخط الهجوم كان شلبي وكان الجزيري كان شلبي قصدي، وناصر منسي وزيزو. تعالى نقول لك تاني التشكيله، عيد تاني معلش عشان حسيت الناس قلت بسرعه ومحدش تقريبا ركز معايا فيها. ركز بقى. محمد صبحي في حراسة المرمى، حسام عبد المجيد والونش وعبد الغني ومسلوسي وفتوح في خط الدفاع. خط الوسط كان سيف فاروق جعفر ودونجا. خط الهجوم كان شلبي وزيزو وناصر منسي. تمام يا برنسات. دخلنا الشوط الاول. تعالى اقول لك في الشوط الاول ايه اللي حصل وايه اللي دار. الشوط الاول دخلنا كان نادي الزمالك هو اللي مستحوذ على الكوره، كان نادي الزمالك هو اللي بادئ الضغط من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. نادي الزمالك هو اللي ضاغط، هو اللي مستحوذ على الكوره، هو اللي معاه الكوره، هو اللي الاستحواذ كان اعلى ليه، هو اللي ماسك الكوره مش عايز يفرط في الكوره. شفنا انت بتقول لي طب ماشي، انت قلت في التشكيله مسلوسي وفتوح وثلاثه بينهم اللي هو حسام مجيد والونش وعبد الغني بيلعبوا خمسه في الدفاع. لا هي ما كانتش خمسه في الدفاع، ده فكرك لما تشوف التشكيله كده. بس هو جوه ارض الملعب كان بيلعب بثلاثه في الدفاع. كان بيلعب بثلاثه في الدفاع. اقول لك ازاي. هو في ارض الملعب في الشوط الاولاني ده كلام شوط على الاولاني، اما الزمالك كان يبقى معاه الكوره وبيهاجم. نادي الزمالك بيهاجم معاه الكوره، كنا بنشوف شكل نادي الزمالك الونش وحسام مجيد والمسلوسي ورا، وفتوح طاير مع شلبي ومسلوسي وقصدي وزيزو وسيف فاروق جعفر طايرين مع بعض، وناصر منسي في العمق. وبنشوف ودونجا برضو متقدم، وكنا بنشوف محمد عبد الغني واقف على خط الوسط. محمد عبد الغني يعتبر لاعب وسط، كان واقف على خط الوسط، وكان في ورا الثلاثه اللي هو كان مسلوسي وكان الونش وحسام عبد المجيد. اعكس برضو الكلام لما كان الهجوم كان يكون من ناحيه من ناحيه زيزو، كنا بنشوف مسلوسي بيهاجم شويه وكان بيرجع احمد فتوح هو اللي ورا، وكانت بتبقى احمد فتوح والونش و حسام عبد المجيد. ده كانت الطريقه، يعني الطريقه تعتبر كانت 3-1، والباكات بقى وكله طاير قدام. فتعتبر النهارده عبد الغني ما يتصنفش من لعيبه خط الدفاع، يتصنف من لعيبه خط الوسط. في الماتش ده هو كان لاعب خط وسط، وما كانش ليه 90 اي لازمه. المذيع اساسا ما قالش اسمه طول المباراه. تمام يا برنس الليالي. بدا بالشكل دوت. هو ليه بدا بالشكل ده؟ عشان يقدر يعمل ضغط مكثف على الفريق، وقدر حتى ان هو يعمل ضغط مكثف على الفريق. وشفنا في الشوط الاولاني تسديده من زيزو في الدقيقه 19 لكن الحارس صدها، وبعد كده هجمه ضايعه من الزمالك بثلاث ارواح. هجمه ضاعت من الزمالك بثلاث ارواح، يعني ثلاث هجمات في نفس الوقت. كانت في الدقيقه 25، وبعد كده الجول اللي جه من الونش براسيه روعه في الدقيقه 30 كانت بصناعه احمد فتوح. وبعد كده شفنا غلطه حسام عبد المجيد اللي كانت هتكلفنا كتير، بس هي مش غلطه حسام عبد المجيد بس، كانت غلطه برضه صبحي ان هو ما نداش عليه. حسام عبد المجيد لعب الكره اللي خلف دماغه كانت ممكن تخش جون، من صبحي برضه ما نداش عليه. كانت غلطه الاثنين شفناها. دي كانت في الشوط الثاني للعلم، كانت في الدقيقه 66. بعد كده شفنا التبديلات، خروج ناصر منسي ونزول الجزيري، وخروج سيف فاروق جعفر ونزول منسي في الدقيقه 78. قبل ما نكمل اي حاجه هنتكلم هننتقل على الشوط الثاني. كده احنا اتنقلنا على الشوط الثاني. انت بتطلع افضل لاعب وسط عندك وبتحط واحد ملوش 90 اي لازمه هو السيسي. انت سحبت الجزيري وقصدي سحبت فاروق جعفر ونزل السيسي. انت بتعمل ايه يا عم مدحت؟ بتعمل ايه؟ انت بتسوي ايه؟ انت فاهم انت بتعمل ايه؟ انت بتبوظ، انت بعدت الدنيا. انا برغم الموسم ده
رغم الموسم اللي هو الاسود على الزمالك ده ما شفتش اسوأ من كده في الشوط الثاني. انت الشوط الثاني 45 دقيقه وبالسبع دقايق انت بتدافع بس. تحسستني ان الزمالك البنك الاهلي هو بقى الزمالك والبنك الاهلي بقى والزمالك بقى البنك الاهلي. ده احنا المفروض نهاجم، احنا المفروض نضغطهم، مش احنا، مش هم اللي يعملوا فينا كده. يا ابني احنا الزمالك برضه ما نكونش حالنا بالدرجه دي. بندافع 45 دقيقه يعني بندافع 52 دقيقه يعتبر. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ احنا بنلعب برشلونه. انت بتعمل ايه يا سيدي باشا؟ تبديلاتك كلها كانت غلط. ناصر منسي عامل اداء شوط اولاني جامد وشوط تاني جامد، تسحبوا له وتنزل الجزيري اللي لسه راجع مالوش كتير. كانت التبديلات اللي هو عاملها دي كانت عاملها في الدقيقه 78. بعد كده شفنا لا جون من باسم مرسي، لكن اتحسب اوفسايد، كان في الدقيقه 74. الحمد لله لو اتحسب اوفسايد كنا عشان هنعرف نعوض. بعد كده شفنا التبديلات الثانيه، خروج شنبي ونزول ابراهيم رضاي في الدقيقه 90. سحب لي شنبي اللي بجد. انت لو فضلت بالموسم ده بالاداء ده لغايه نهايه الموسم انت هتفضل في الزمالك كمستشار. انت كنت عامل اداء جامد، انت وفتوح عاملين زاويه كانت روعه، اروع من كده مفيش. كان عاملين جبهه هجوميه وجبهه دفاعيه، كان مفيش اروع من كده. في ماتش مصر كان عبد الله جمعه او مصطفى شلبي عاملين جبهه برضه ناريه، بس كانت هجوميه بس دفاعيه كانت خرا وضايعه. لا من النهارده كانت هجوميه ودفاعيه. وللعلم النهارده دفاع نادي الزمالك ما تستقبلش اهداف بسبب الرجوع فتوح والمسلوسي. بسبب رجوع فتوح والمسلوسي الاثنين كانوا عاملين اداء فوق 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 الهايل. وكان فتوح عامل زاويه جبهه هجوميه مع شنبي كانت اروع من كده ما فيش. يعني انت كانت اداره فاشله من مدحت عبد الهادي، كان اللي هو تبديلاته كانت فاشله، تكتيكه في الشوط الثاني كان فاشل. الشوط الثاني احنا سيبنا الكوره بشكل ما مبلغ فيه وشكل اكبر ما احنا متخيلين للنادي البنك الاهلي. ادينا لهم الفرصه انهم يضغطونا، ادينا لهم الفرصه ان هم يروحوا علينا، ادينا لهم ادينا لهم كل الاوبشنات بقت متاحه ليه. كان غلط من مدحت عبد الهادي. هو كده الحمد لله ماتش عدى بالمكسب وخلاص. خلينا نقول نقيم اللعيبه. محمد صبحي برغم الكلام اللي انا بقوله ده بس برضه ما اختبرش بالشكل الكبير، فمحمد صبحي هخرجه بره التقييم. عبد المجيد بدا يرجع حته من مستواه فهديله 4/10. الونش هو راجل المباراه النهارده، هو الونش وافضل ما كان في المباراه هو الونش، اكيد 10/10. عبد الغني انت ما جيتش الماتش اساسا، 0 يا عبد الغني، ما حسيناش بيك يا عبد الغني. واحمد فتوح هديله برضه 10/10. مسلوسي 10/10 اكيد بدون كلام. دونجا بدات المح منك كام حاجه فهديك 2/10. سيف فاروق جعفر اكيد 10/10، اروع من كده مفيش. انت كهجوميا روعه، كدفاعيا لسه عايز تظبط شويه على كلام جدي فريرة، صح؟ انت نواحي دفاعيا لسه عايز تشتغل عليها شويه. شنبي انت بتقدم مستويات، انا كنت بقول لك لا انت مستواك ده يخليك كبديل، لا انت مستواك ده يخليك كاساسي بجد. استمر على مستواك ده يا شنبي. فانت هتاخد 10/10. وزيزو 10/10 وناصر منسي 10/10. بس انا عندي معلومه وحاجه نفسي تحصل الفتره الجايه عشان تبدا ترجع مستوى زيزو. انت لازم تلعب بالجبهه دي، لازم تلعب. لو هتلعب بطريقه مثلا 4-3-3 يبقى تلعب بالشكل ده. ماشي اقول لك خط الدفاع اكيد معروف له الونش وشبانه او حسام مجيد لو رجع مستواه ان شاء الله، ومسلوسي وفتوح. خط الوسط لازم يكون بالشكل ده. سيف فاروق جعفر، سيد عبد الله نيمار، نبيل عماد دونجا، ومالناش حل غير كده. ليه هتقول لي اخترت سيد نيمار؟ عشان تشغل زاويه زيزو بقى يروح جبهه شنبي عشان يعرف يستلم الكوره ويشتغل. معهوش حد هجومي جامد او حد هجومي قادر يشتغل مع زيزو، فلازم سيد عبد الله نيمار يكون موجود في التشكيله. ده كان كلامنا كله عن الماتش النهارده، والف الف مبروك لنادي الزمالك على المكسب، وان شاء الله الخير جاي وقادم لينا. وبس لو عجبك فيديو النهارده ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.